السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للمشاهدين، شكرا للمتتبعين، كنشكر الجالية المغربية وكذلك الأصدقاء. شكرا بزاف، وتحية خاصة للحاجة حليمة والحاج محمد والحاج حمزة من ضيعة البروكسيل على هذا الكادو ديال هاد العصارة اللي صيفطوا ليا. كنشكركم بزاف اللي جا في وقته. واليوم غادي يكون واحد السيد عزيز عليا، واحد 3 سنين اللي ما شفتوش. كان عنده هو ظروف وانا كنت مشغول. شحال مسكر السي محسن؟ شباب هاكا خويا شكرا لك. هذه خاصة السي محسن القهوة. الله السي محسن، الله يبارك فيك السي حسن. هاد القهوة خاصة على سيدي، على سعادتكم، على سعادتكم ياك. الله يرحم والديك، الله يكبر بك اودي السي حسن. وانا راه كتعرفني صاحباتي. اييه هادشي اللي عارف. وانت مبلي ليا بالقهوة و3 سنين هادي ما شفتكش. داكشي اللي تقرب كاين. ياك اسمح. وانا مش عندك القهوه تعجبت اصاحبي. لا لا، جبتها لشي وجوه اللي تيعجبهم القهوة شي خطرات ما كنلقاوش القهوة. هو قلت خطا، علاش لا، علاش ما نديروش عصار. اييه او تا الويفي راه دخلناها لكم. الله هاد الويفي حيت هنا راك عارف الباديات ما تيكونش فيهم رزق لي. الخيط، لا الريزو تيكون هذاك الخيط ولا لا لين باش كيدوزو الضيوف ما تيكونش. ما كيكونش. كتشري بحال هاد سميتها بورتي مزيان. كتمشي مشيتي كديرو وكيقبط مزيان، راه خطره الانسان تيبغي يشوف ثاني ايوا هي شنو كاين شنو اصاله المعاصره. سيدي نهار كبير هذا. الله يبارك فيك السي حسن. ايوا كي كتبان لك بعدي دابا راه 24 ساعه دابا دوزتي معايا اليوم تبارك كيف الله. بغيت. ما كاينش ما احسن من الباديه، كاينش ما احسن من الباديه. انت قريب بالي على التقاعد مابقاش قايله بزاف. غير انا كنبقى ما عرف، حنا كنقربوا. شوف اش دارت الوقت. سيدي مرحبا بك. الله يكبر بك السي حسن. داركم محل عارف اللي كاين هاد هذا. المده انا كنت شويه مشغول وانت قلتي لي كان شي ظروف، اييه ولكن دابا في اي وقيته مرحبا. الله يبارك فيك السي حسن، عارف اللي كاين. بغيتي انت اللي مبلي ليا بالقهوه، انا جبت لك القهوه. وهادي احسن قهوه اون بلانير، ماشي هي قهوه وسط الزحمه. مزيان تبارك الله. لا وراه بصح الناس كي قلتي الناس حنا ما كنعيبوش على الناس يمشيو للقهوه ولا. كنقول سيرتو انا علاش كان عيب بالنسبه نوضح. كتسمعني كنقول الناس زعما من الجيل ديالي الناس متقاعدين هذا تنحاول شويه نرفعوا لهم المعنويات ديالهم ولا يتحركوا شويه، ما يبقاوش جالسين زعما ديال راه ما تنعيبوش الناس ديال الناس القهوه، بالعكس. اي داكشي اللي كاين، هذا بحال التحفيز. تماما هادشي تحفيز ماشي زعما ينحصر جميع يقول صافي انا كبرت شديت التقاعد صافي، راه بالعكس. لان العمر داك الرقم هي مجرد رقم، راه رقم. هو بصح الناس ولكن حنا ماشي زعما من صغري ما كيعجبونيش كانوا داك الناس منهم الوالد الله يرحمه. كان عندي من تنشوفو كيتحركش بزاف، كيمشي لمسافات قراب، تيجلس غير قريب الاماكن اللي كيكون قراب حدا الجامع ولا يمشي يتقدم بدا تيكبر شويه. وكنقول زعما يا ريت لو كان زعما كون بقات هاد الوقيته زعما بحال هكا كون كان راه، ولكن الظروف كانت شويه باقا حنا صغار وباقي ما كان شويه ديال الامكانيات. حتى الماديات كانت ناقصه في ذاك الوقيته على كل شيء. دابا راه عاد لو ما كانش كيقول التشجيع هذا، علاش كتشوفني انا كنشجع؟ انا ماشي كنقول الناس بيعوا اراضيكم، لا كتسمعني كنقول غير من تيكون شي حد تنعرفو كيعيط ليا ولا هذا تيقول لي انا اصلا رانا حاطها في البيع، مثلا قطار ولا جوج تنبيعهم. هذا علاش كتشوفني كنمشي نصور معاه ولا كنصور ولا كنقول راه البيع، انا راه ما عندي حتى زعما دخل، راه ما وسيط ما تيقول شي واحد تيعيط ليا تنكون من الناس اللي تنعرف، وهو كي قلت تيكون حاطها في البيع. يعني راه
كاين شي وحدين ما كتعجبونيش كيسحبوا مرانا كنشجع الناس يبيعوا اراضيهم لا الناس لا الغير. لا وكي قلتي بصح الناس الانسان الا كان عنده شويه متوفره وشويه المادة علاش لا، علاش يبقى في هذاك كي قلتي شقات مثلا كتلقاها ب 40 ولا 50 والله وما نخرجوا نشري انا ب 20 مليون ونعيش مرتاح. بصح بصح وعايش في الطبيعه وعايش بزاف د الحوايج. الطبيعه ما كاين ما احسن منها، الطبيعه ما كاين ما احسن منها. غير الانسان حيت يتمدون على حساب اللي عنده الدراري كيبغي على ود المدرسه على ود هذا الانسان الاغلبيه كتشوفني من الناس اللي تنقول كبار ولا شادين تقاعد تيكونوا وليدات عندهم كبروا وبحال عنده وليدات ومفرغ. علاش يجلس في المدينه؟ شحال يجلس يدير؟ ما عنده ما يدير. احسن حاجه الدواء ديالو هو العروبيه الانسان، لان الا بقيتي في المدينه ومقوقه غتمشي للطبيب. هذا بصح نيت عليها كيقول لك خصك يكون حدا الطبيب. انت كتقرب ليه. انت كتقرب ليه. مالا مشيتي عطيتي ساعه وسرحتي رجليك ونسيتي داك اللعبه ديال الكبر وداكشي، كنظن راه غيمشي الانسان مزيان. هي تكون شويه ديال الماده اللي كتعاون. وفي العروبيه راه ما كطلبش الماده بزاف. بصح متفق معك والله ما كطلب الماده بزاف. غير شويه كتقول 200 درهم ما دوز جوج ناس السيمانه الاسبوع ديالهم مثلا. الدوزه في العربيه الدوزه الا كنتي باغي تعيش هذاك، كنتي باغي دير شي حاجه اخرى، راه 200 درهم ما تقدكش الشفاه. الانسان ما كيطلب راه شويه ديال الضروريات الماكله، راه كيتها المدينه راه كي قلتي راه ما كان الانسان العادي، الانسان اللي متوفر له اللي عنده الله يزيدو الله يعاونو هذاك شغلو. وشي خطره كنهضروا مثلا على الشباب زعما بين قوسين، انا ما تعجبنيش كي كنقول ديك الحريق ولا اللي كيحرقوا، تنقول زعما هذه كتسمع شي وحدين تيقولوا 10 مليون 8 7 حرقنا بها. كاين هادشي كتسمع كاين هادشي تنقول زعما ديك 10 ويتلاقاو جوج ولا ثلاثه وياخذوا شي منطقه بعيده وحتى الفلاحه راه ولا فيها ميدان عندك تحقرها. الفلاحه راه على بني غير هو اللي جاي، راه بصح راه هي اللي جايه الفلاح، راه بصح كي قلتي راه هي اللي جاي. روح اش غتاكل؟ اش غياكل هاد البشر؟ انا بني الطوب بني داكشي واش غادي ناكل؟ اللي ما كانش خضره وما كانش فاش غادي ناكل. وهذا الانسان اللي استثمر فيها كتشوف الناس فين واصلين في الدول وكيستثمروا الناس فيها. هي كتبغي الصبر وكتبغي الجهد في الاول، هي كتبغي، هي فيها تماره ماشي ما فيهاش، ولكن ماشي ديما. واللي عنده الرغبه، كلشي هي الرغبه هي اللي كدير. اللي عنده حب في العروبيه بصح كي قلتي راه ونتمنوا الناس علاش هذا اللي الا شتيني بعد خطره يمكن راك كتشوف شي خطره الفيديوهات اللي كنهضر هذا كنقول كي قلتي من باب تحفيز شويه الناس متقاعدين وكذلك الشباب. سيرتو التجربه كانت راك كتعرفني انا واحد التجربه كانت عندي طويله شويه في العمل. فاش لقيتيني خدام راه تقريبا خدمت هذه يمكن قليلا نقول لك اول خطره خدمت. انا دخلت الخدمه على 18 سنه ونص، خدمت 41 عام يعني 41 ونص باش وصلت ل 60 بعد خرجت من العمل. وباش بدينا كي قلتي كان الصبار والانسان شي صبور وكتعلم سيرتو هذيك المؤسسه اللي كنا فيها تعلمنا بزاف فيها. مسألة اللي كتشوفني راه كتعرفني كنقدر نسودين التحدادات ندير شويه السيما ندير تابلومبيس يعني تعلمنا فيها. واخا راه بدينا بشي 700 درهم حنا في الاول في الشهر، ولكن كي قلتي انت مع هذاك الحكومه راك الحكومه راه ديال 700 درهم باش توصل مثلا ل 2000 درهم ولا 3000 درهم راك ديتيها تجربه تعلمتي فيها صنعه. الصنعه كي قلتي والله بحال كنتي كتخلص فهمتي. ورصك كنا كيديروا لنا فورماسيون تيديروا شي تكوين هذه راه ما كناش نخلصوا بعدا هذا هو كيخلصونا. ديك 700 درهم اللي شاط لك من داكشي ديال التعليم. لا والله الا بصح راه بصح. وحاجه اخرى ديال هذه اللي قلتي هذا وكان هذاك الصغر كان عندنا داك كنقول هذاك الطموح ولا سيرتو الاراده. تكون الانسان عنده اراده وعنده طموح والصبر والعزيمه راه يوصل ويكون مرضي الوالدين. هذيك الاساس. هذا علاش كتعجبني الانسان اللي كيكون مرضي الوالدين. الاساس اللي باقي لوالديه راه يتهلا فيهم ماشي غير يصلي يتهلا غير حنا يا ريت غير ديك الشوفوا يكون يشوفوا نشوفوهم نتمناو غير نشوفوهم. ولكن الحمد لله راك كتعرفني كي كنت مع والديا. انا على سبيل قلت الوالدين
كان داك الشباب ديك الهجره هذاك مشيت ما عرفت قلت لك مشيت واحد قريب شهرين مشيت لقيت السوريون دزت شويه لفرنسا ايطاليا واحد الشهرين ولكن ما قديتش هذيك الغربه ونفارق والديا وكانوا سيرتو عزاز عليا والدي وانا رجع وقلت علاش ما نديرش داك الشيء اللي غنديرو هنا ونخدم في بلاد برا نحطيه في بلادي وخدمنا ودرنا وتعبنا وهذا والحمد لله دابا الحمد لله يعني كيقولوا ما عندناش وما خاصناش ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. حتى المغرب فيه ما يدار واخا راه فيه ما يدار انا الناس راه تمشي غلطه غير الوحدين وكنتمنى الناس ثاني بحال يشدوا الشباب ويشدوا بهم يعني راه كاين الناس راه تيبينوا في هذا واحد المستوى راقي الشباب في هذه الاضرابات اللي كانت ولا هذه الوقعات الاحتجاجيه والله الا شي شباب زعما يستاهلوا ما كانوش كيبانوا من عندنا الشباب الحمد لله اللي طالع لا عندنا خصنا اللي ياخذ بيدهم راه ماشي ما كاين ان شاء الله راه شويه بعدا دابا راه كاين حتى هما كانوا شويه يدخلوا واخا ما بغيناش نهضروا المواضيع ديال السياسه ماشي زعما خوفا ولا لان كاين اللي زعما ديال السياسه حتى الشباب ما كينخرطوش وثاني حتى داك ما كينقاطعوا على داكشي الانتخابات وما كيخليو وحدين اخرين اللي كيخليو المجال فين يدوزوا المتلاعبين. هذا راه ديفو فينا كاع كاملين ماشي كتخلي كتقول انا ما كنعرف حد ما غنتخب على حد ولكن كتفتح المجال لواحد اخر يمكن كيلعبوا هادو كاع اللي دابا الحكومات اللي تعاقبوا شحال جابوا بالاصوات 20% كتكون غير في لونطوغاج ديالهم راه ما خارجاش بزاف. ايوا راه هذا علاش دابا ولكن دابا الحمد لله راه واخا كاين تحسينات كاين شويه ديال نتمناو كنتمناو حتى رؤساء الجامعات هما يشوفوا عاوتاني الشباب ديال الباديات شويه راه منسيين شباب الباديات بحال القضيه ديال ما كاينش مواصلات ما كاينش دابا الترونسبور ممكن تلقى فيه مشكله والطرق شويه كاين ناس كيخدموا على هذا القضيه في شي جامعات شي رؤساء كنشوف شي جامعات صغيره زعما زوينين نظيفين وكاين شي وحدين اللي كنتمناوهم يعموا ولا هو كانوا كيديروا كل بلاصه فيها داكشي ديالها اللي خاصه راه غينقصوا حتى على يحدهم ديك الهجره للمدن الكبيره ويحيدوا داك الاكتظاظ ولكن كل اقليم خص يكون عنده مستشفى ديالو فين يخدموا الشباب فين ما كاينش هذا علاش بنادم كيضطر يمشي خصو يمشي للرباط ولا يمشي لطنجه ولا يمشي لكازا ولا باش يخدم هو انه كله يخدم في مدينته علاش حتى داك الاكتظاظ اللي غيكون تما في المدن الكبرى ما غيبقاش ما توفر للشباب كل شيء عنده تما فين يخدم وفين يقرا وفين يمشي راه غادي يجلس بلاصتو. لا متفق معك في هذا وهذا اللي كنتمناو ان شاء الله يكون شي تغيير في هذا خصو يكون علاش خصو يكون علاش حنا غادي نركزوا على بعض المدن والاخرين غنساوهم علاش هذاك مغربي وهذاك مغربي محق هذاك يعيش وواحد اخر يعيش هذاك يقرا وهذاك يقرا هذاك يخدم وهذاك يخدم علاش كلشي راه رايه حمراء وخضراء ونتمناو ان شاء الله. سي محسن تنشكرك بعدا كينا الله يرحم والديك انا اللي كنشكرك على هذه الاستضافه. شحال ما جلسناش هاد الجلسات معاك شحال شي 3 سنين كي قلت تكون سيدي حتى حنا نجي في اي وقت مرحبا بك عارف اللي كاين تبغي تهيئ راسك راك تقريب كاع قلتي بقات لك واحد 5 سنين لا يبقاش في العمر ان شاء الله لا بغى الله انت سيدي جي وانت معنا ونشوفوك حتى حدانا شي طريق اييه نتذكروا ديك الايامات واخا راه كبرنا حنا شويه ما كبر والو كنقول لك راه مجرد رقم عمرها مجرد رقم. سيدي تنشكروك وسيدي تهلا الى شي فرصه قادمه ان شاء الله. ان شاء الله الله لا يخطئ. وكي كتعرفوا الاغلبيه اللي كيجيو عندي كيبغيو يعيشوا داك الجو ديال الباديه كيبغيو يطيبوا راسهم وكنخليهم كيطيبوا والاكثريه تبارك الله هم كيطيبوا منهم السي محسن انتم كتشوفوا كيطيب لنا ان شاء الله اليوم الطاجين ونشوفوا الطاجين ديالو راه رجال راه بزاف اللي كيعرفوا يطيبوا يعني الاغلبيه ديالهم اللي كيجي عندي شي واحد زعما كيطيب الطياب مزيان ودابا هو طاب الطاجين ونشوفوا كيفاش غيدير. تبارك الله على السي محسن.
هاد الصورة غير خديتها باش اللي بعد كنقول على الأرض تتكون مائلة ولا شكل حيط تتكون على هاد المنظر هذا، ولكن راه كاين اللي كيجي كيقادد السكنة ديالو وكتجي واحد المنظر هائل، يعني شاد مرتفع الفوق وشاد كاع المنظر. ودابا نخليكم مع هاد الغروب في الضيعة المتواضعة، وشكرا إلى اللقاء في شي فيديو إن شاء الله لاحق، وتحياتي للجميع.